تحضيرات أول يوم مدرسة ومعاناة المدارس. جبنا فينو، جبنا لبن عشان الفطار. جبنا ده كوكيز ثاني أوريكم. اهوت. جبنا رومي ولانشون وعصير اللي هو اصلا لبن بالشوكولاته. تمام. وممكن بقى احط له كمان، مش عارفه احط له ولا لا، بس ممكن احط له شوكولاته من دي، بس يعني هشوفه هو الصبح عاوز منها ولا لا. بصوا بقى، جبنا له كمان القلم ده، قلم رصاص، ان هو اولى ابتدائي. هو كان عنده الوان ما اتفتحتش، الوان خشب، وكان عنده برايه واستيكه برضو ما اتفتحتش. فهحطهم له في المقلمه برضو، مقلمه برضو ما اتفتحتش، يعني حاجات جديده. والازازه دي اللي هي زمزميه. بص انا مش عارفه الماركه دي حلوه ولا لا، اللي هي ماركه ماكس دي، مش عارفه هي حلوه ولا لا، بس جبت يعني منها اللانش بوكس وكده. ده شكل اللانش بوكس. هو عنده والله لانش بوكس تاني، بس انا قلت برضو اجيب واحده جديده وكده. بصوا ده شكلها من جوه. هي مرحلتين، دي مرحله. تمام. ودي مرحله تانية، يعني هنا يتحط الساندوتش ومثلا العصير، وفوق هنا بقى يتحط بسكوت ويتحط فاكهة على حسب بقى، بس هو مرضيش، يعني هو بياكل حاجات معينة من الفاكهة يعني. فبياكل مثلا موز، بياكل مانجا، طبعا مانجا مش ينفع في المدرسة. بياكل، ملوش في التفاح قوي، فقلت له اجيب لك موز وكده، مرضيش، قال لي لا هاتيلي بس عصير. بس ودلوقتي هوريكم برضو الكتب والشنطة بتاعته. دي الشنطة بتاعته. ودي الكتب بتاعته، بس لسه بقى هكتب له عليها اسمه وكده. ده كتاب العربي. بس هي بقية الكتب اهي، اهي، مش عارفة باينة قوي من هنا ولا لأ. لسه بقى هكتب له اسمه عليها، وهحط له بقى الالوان بقى والمقلمة وكده. بصوا ده كمان الكوتشي بتاعه. تمام. ده الكوتشي، ودوت الفورم بتاعه، التيشيرت. هو في اولى ابتدائي. والشروال تمام. هكويله بقى الهدوم وهطبقها واشيلها مكانها، وهحط الشنطة جنبها والكوتش. واللانش بوكس طبعا هيتحضر الصبح. مش هيبقى فاضل غير ان انا البسه، يدخل هو اخد شاور قبل ما ينام، يصحى الصبح يتشطف، يغسل وشه، يعمل شعره، ويلبس ويفطر. ولو في اطفال زي حالات ابني كده ما بيحبش يفطر، ممكن كوبايه لبن حلو قوي. انا واوقات ما بيحبش يفطر لان هو ما بيعرفش يفطر وهو لسه صاحي، فهعمل له مج لبن، سخنه له في الميكرويف. تمام. ويشربه يغير ريقه قبل ما ينزل يعني.
وهيلبس. وكنا انا محضره له اللانش بوكس ومليت له ازازه الميه وحطيتها له في الشنطه، وكتبت له على الكتب بتاعته اسمه واسم المدرسه. بس ما كتبتش لسه هو فصل ايه، لان لسه معرفش الصراحه. بكره اما نروح هنعرف. انا بحب اول يوم انا وبابا نوديه لحد المدرسه، وبيرجع في الباص بقى اخر النهار، وهكذا بقى ايه. بقيت بقى ايام الدراسه بيروح ويرجع في الباص يعني. خليكم معايا وبكره نشوف هنعمل ايه. يا جماعه انا عملت له هنا اهو السندوتشات. تمام. هحط بقى العلبه. هحط له هنا الكوكيز، والعصير هتبقى لوحدها بقى. انا حطيت له هنا الكوكيز، هو طبعا مش هياكل كل ده، بس عشان هو بيحبه فانا احطهم له، قلت يعني احتمال ياكلهم. وهنقفل اللانش بوكس، بس عشان ماسكه بايد واحده مش عارفه. ومليت له الزمزميه بتاعته ميه كده بقى. انا جهزت له حاجته اهي. وهروح احطها في الشنطه. معلش يا جماعه، الساعه 6 الصبح وانا اصلا نايمه الساعه 2:30 بالليل، فاللي هو اصلا مش فايقه لسه. بس لازم نصحى بدري كده، لان انا وبابا هنوديه، فلسه هنلبس وهلبس اخو الصغير، وهو لسه هيقوم ويتشطف ويلبس. والمفروض اصلا ميعادنا هناك في المدرسة نكون 7:15. فاحنا مش هنلحق اصلا ان احنا ننزل من هنا بدري. يعني كنا المفروض ننزل على 6:15، بس احنا هننزل على 6:30. ولو وصلنا هناك مثلا ايه متأخر 10 دقايق ولا حاجة مفيش مشكلة، يعني اول يوم مفيش مشكلة. ده حتى لسه النهار ما طلعش يعني. فهحط له بقى حاجته في الشنطة وبعدين نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى يا بنات، انا حطيت له هنا اللانش بوكس والعصير، وحطيت له الزمزمية بره كده. مرضيش احطها له من جوه علشان خاطر هو كان وهو في كيجي كنت بحطها له من جوه، فما قفلهاش كويس، فاتدلقت على الكتب وبلت الكتب. فمش حابه ان يحصل كده يعني. بصوا يا بنات، عملت له كوبايه لبن يفطر بيها كده، يغير بيها ريقه، علشان خاطر هو مش عاوز يفطر. بصوا هو كده بعد ما لبس، بس طبعا مش هجيب وشه، بس هو كده بعد ما خلص يعني.